خليني اقول لك فقدت الامل وقتها شويه. انا فعلا وقتها بعد الموقف ده انا فقدت الامل. بس من المواقف الفارقه ان انا تاني يوم ليا في الزنزانه. طبعا انا اليوم ده كان جنبنا واحد شاب من سيناء، من احد القبائل، مش عارف من قبيله ايه بالظبط، لكن كان اسمه زخيره. اسمه مش عارف اسمه الشهره او اسمه ان هم اسمه زخيره. يعني زخيره ده كان شاب في اواخر العشرينات من عمره. ده بقى كان ده الموقف اللي خلاني اقول ان انا فين بالظبط، فين والناس دي مع صلاحيات لاي مدى. فضل زخيره ده بيتأوه كده انه تقريبا كان جاي من تعذيب، وبعدين فضل يقول فالناس اللي في الزنزانه بيخبطوا. طبعا كان ممنوع انت تخبط طبعا عشان تجيب دكتور او الكلام ده كله. فخبطنا على العسكري اللي كان بره. كان في 2 عساكر، احمد رجب وكان في عسكري اسمه علي ده كان اخف وطأ شويه من احمد رجب. فخبطنا وعلي ده موجود. في ايه قالوا في واحد عيان. بعتوا جابوا الظابط. الموقف ده اللي بيرسم بقى العزولي كله. الموقف ده اللي رسم لي انا فين. خليني اقول لك فقدت الامل وقتها شويه. انا فعلا وقتها بعد الموقف ده انا فقدت الامل. انا مش عارف انا فين بالظبط وقتها. كنت لسه وقتها ما اعرفش ان انا في العزولي على فكره. انا في سجن معين، انا في سجن بس ما اعرفش فين. حتى الناس اللي في الزنزانه ما كانش عارفهم هم فين طبعا. بالمناسبه يعني انا نايم ذخيره ده في النص بيني جنبي واحد تاني اسمه ابراهيم سيناء برضه. فعلي ده قال طب انا هديلكوا الظابط. انا نادي الظابط. راح نادي الظابط. فدخل الظابط قال كل وشه للحيطه وشه للحيطه وشه للحيطه. راح دخل قال له ذخيره انت عيان؟ قال له ايوه. طب مش قادر يتكلم خالص ذخيره. قال له عيان. قال له بعد كده مش تبقى عيان يا ذخيره. وراح ضربه طلقه في نص دماغه. يعني ضربه طلقه في نص دماغه. الطلقه تاني ما اعرفش ضربه فين بالظبط، بس هو ضربه طلقه في نص دماغه. لان خلي بالك زنزانتنا احنا شبه ضلمه، بس احنا لان احنا كنا في الوقت ده تقريبا وقت صبح او حاجه. فكان في ضوء، في ضوء. اصلا الزنزانه كلها مظلمه لكن فيها ضوء من قدام من فوق خالص. فده مش محوق اصلا، مش منور الزنزانه كلها، منور جزء كده بسيط يعني. المهم هو ضرب ذخيره بالنار وبعد كده ضربه ومشى. فدخل علي ده قال ايه شدوه وامسحوا البتاع دي دم. الدم ده. في 2 خلعوا الحاجات اللي كانوا لابسينها. كان في 2 طبعا كان الدنيا الجو كان برد. في ناس كانت لابسه جواكت تريننج فوق التيشيرتات او حاجه. فخلعوا التيشيرتات ومسحنا بيها الدم اللي كان جنبي وحتى اصلا في دم جه على بنطلوني وخدوه مشى. فعرفت بقى ان انا خلاص يعني اصل انت بتتكلم في ان هو واحد قال له انا عيان فراح ضربه طلقه ده في بدماغه. مكان ما فيهوش قانون. خلاص ما في. لا انت اصلا ما حدش يعرف عن الناس دي حاجه، ما حدش يعرف عن الناس اللي موجودين كلهم حاجه.